وضيع زلزال سوريا وتركيا يأسر العالم بضحكته بعد إخراجه من ظلمة الركام. أب سوري يلتقي بابنته بعد 100 ساعة من الزلزال. إنقاذ مسنة تركية بعد أيام قضتها تحت الأنقاض. عناوين أبكتنا فرحا وإيمانا، وقصص أمل ما زالت تكتب. فما هي الوسائل التي توصل إليها العلماء لإنقاذ البشر من الكوارث؟ أجهزة تكشف مناطق تجمع ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه الناجون أثناء تنفسهم. أجهزة استشعارية تلتقط صوت خفقان القلوب. كاميرات أنبوبية وروبوتات، وأجهزة تصوير حرارية تكشف أماكن الناجين من خلال حرارة أجسامهم. وكما يوجد كلاب إنقاذ، يوجد فئران إنقاذ ذكية تزود بحقائب تحمل كاميرا وجهاز تتبع. مع حجمها الصغير وخفة حركتها يمكنها الوصول إلى أماكن كلاب الإنقاذ لا تصلها. نظرية تلاشي الآمال بعد 72 ساعة أثبتت خطأها، وما زالت المعجزات كما يصفها رجال الإنقاذ تتحقق. كنت معكم بدقيقة، أنا رافي جروج، وهذه منصة محتوى.